صباح الخير على عيونكم. النهارده يوم مختلف جدا جدا جدا، وانا حابه ان انتوا تدعموني لان انا بجد تعبت في الفيديو ده، وعايزاكم تعملوا لايك وشير وكومنت وتشتركوا في القناه وشجعوني يا جماعه، واكتبوا لي لو حابين الفيديوهات اللي زي كده. احنا ممكن نصور كتير ونروح اماكن كتير، وتقولوا لي ايه رايكم. لو فعلا انتوا حابين النوع ده من الفيديوهات، احنا ممكن نصور ونروح اماكن سياحيه ونصورها وننزلها على القناه. هنا دي هند نزلت من السعوديه، ولاد اخت عمر. احنا هناخدهم ونروح المتحف القومي للحضاره المصريه. هنروح اول مره نزوره. عمر كان بيقول لي يلا تعالي ننزل نروحه كتير، بس بصراحه انا كنت كسلانه. بس بعد ما روحته بصراحه انا ندمت ان انا قلت لجوزي لا، المكان يا جماعه روعه، روحوا واكتشفوا وبصوا هتنبهروا زي ما انا انبهرت. طبعا دليلنا كان هنا الجي بي اس. احنا تهنا، بس عايزه اقول لكم المنظر تحفه الصراحه. شوفوا الاهرامات حلوه ازاي، والطرق اتطورت ازاي، واحنا هنا كنا داخلين. الشخص ده دمه خفيف قوي، فتح لنا الباب. وهنا احنا كنا في دخلتنا للمتحف. المتحف القومي للحضارة المصرية، مفيش أعرق من كده. طبعا واحنا داخلين بيتم التفتيش على الأجهزة، وبتبدأي تدخلي. في خريطة بتبين لك المكان كله عبارة عن ايه من فوق يعني، وبتبدأي تدخلي على المينيك. هنا بتقطعي تذاكر، اعتقد المصري ب100 والاجنبي ب200. لا انا حبيت زي نساء المصريين القدماء، حبيته جدا. هنا بالتذكرة بدأنا ندخل، وده المتحف شكله من جوه. موكب المومياوات الملكية. يلا بينا نبدأ يومنا. أول حاجة هنبدأ بيها هو ننزل عند المومياوات الملكية، وده الشكل من فوق شكل روعة. عايزة أقول لكم الموسيقى تحفة. ودي خريطة الأماكن الأثرية اللي طلعوا منها المومياوات. وده هنا احنا بنبدأ ندخل. دي حاجة مكتوبة على المومياوات، التاريخ بتاعها يعني. لو حابين تقعدوا تقروا فيها ياريت، تبقى افضل وتتثقفوا ان انتوا تعرفوا انتوا داخلين تشوفوا ايه بالظبط. وهنا احنا ده الطريق ان انت تدخل، حتى فوق مكتوب المومياوات الملكية. تبدأ تدخل لجوه. طبعا قالوا ممنوع التصوير بالموبايل عشان الاشعة بتضر المومياوات، فانا طبعا قفلت الموبايل، بس حبيت اصور لكم ان الاضاءة هي دي بس الاضاءة اللي انت ممكن تشوف فيها المومياوات. عايزه اقول لكم الميوزك والمكان ممتع جدا، هتحبوا قوي وتستمتعوا بيه. انا وعمر انفصلنا، هو بدأ يتفرج فوق عشان تبقى اميليا معاه، علشان انا كنت فاكره انه كان ينفع اصور، بس للاسف اكتشفت انه ما ينفعش اصور. بعد كده هو جه وحبينا ندخل تاني المكان نتفرج انا وهو مع بعض. القمر اللي كان وحشني، الجميل اللي كانت وحشاني، قلب ماما اللي كانت زعلانه مني عشان مش خدتها معايا. ما قدرش على زعلك انتي يا جميله، انتي بحبك وبموت فيكي. سبحان الله، بجد اميزنج بامانه. تعالوا شوفوا المتحف تحفة. أنا ما كنتش متخيلة إنه هيكون بالجمال وبالحلاوة دي بأمانة. دخلت قسم الموميا، نزلت، وده دلوقتي أنا بطلع. ممنوع التصوير جوه، بس بجد العظمة اللي انتوا هتشوفوها جوه مش طبيعية. احنا هنا بنطلع لفوق وبنشوف حاجات تانية. خليكم معايا. أبدأ منين؟ اول لما تطلعوا وتشوفوا المنظر ده، انا مش عايزه اقول لكم كميه الذهول اللي انا كنت فيه، والتنظيم والترتيب والميوزك والناس اللي واقفه وكميه الجنسيات المختلفه اللي جايه بتشوف. انا كنت فاكره المتحف ده يعني كمية بسيطة، لا انا لقيت ناس كتير ومصريين كتير، الكل بيروح وبيشوف اثارنا وبيشوف تاريخنا، وحتى المصريين بيكتشفوا اثارهم وتاريخهم، وانا واحدة منهم. كنت اول مرة اروح واشوف الاثار دي. بصراحة انا كنت منبهرة، وبصراحة كان يوم حلو قوي واستمتعت جدا. وبجد مش خسارة المشوار، ومش خسارة المجهود ان احنا نروح. على قد ما انت فعلا قدام ده هتستمتع بحاجات، وفعلا هتقول سبحان الله علم الإنسان ما لا يعلم. مش عارفة أقول إيه. بصراحة المكان تحفة، وكله مليان سياح، وكل الناس مستمتعة جدا، وفي مرشدين كتير جدا جدا. حتى انتوا ممكن تسمعوا في الفيديو السياح وهما بيستفسروا عن حاجات، والمرشدين بيجاوبوا عليهم، والمرشدين بيقعدوا يقولوا لهم عن الحضارة المصرية. بجد حاجة عظيمة جدا جدا جدا. من الحاجات المحيرة جدا اللي كنت بسأل نفسي عليها، انا هعرف الحاجة دي تاريخها ايه او كده، هو انا لازم يكون معايا مرشد سياحي؟ اكتشفت انه لا، انه كل حاجة بتبقى جنبها مكتوب
مفصل بالانجليزي وبالعربي التحفة دي بتاعت ايه او بتمثل ايه او التمثال ده بيمثل ايه. يعني مش محتاجة مرشدين سياحيين زي ما هتسمعوهم دلوقتي. طبعا هنا كانت بتشرح لهم انه ده المطبخ الملكي، وانه كل حاجة المعدات دي جزء يعني اكزامبل كده من المعدات اللي هما بيستخدموها في الطبخ وكده، والطحن والحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وهي قاعدة بتشرح لهم كل حاجة عبارة عن ايه. وبصراحة المكان بصراحة كان وهم وكان جميل جدا. شوفوا الجمال، شوفوا المرشدين بيقولوا ايه عن مصر، شوفوا السياح منبهرين ازاي، شوفوا قد ايه حجم السياحة في مصر حلو، والناس مستمتعة جدا ازاي، وكله بيشوف وكله منتبه. عايزة اقولكوا كل قطعة بيفصصوها وبيدققوا فيها وبيصوروها، وحاجة صراحة تشرح القلب، تفرحوا انك بتشوفوها. طبعا اليوم ده انا اكتسبت كمية معلومات غير طبيعية ما كنتش اعرفها، ومهما كانوا وصفولي في التاريخ قد ايه الاثار مصر والحضارة مصر، انا ما كنتش اتخيل ان هي بالروعة دي غير لما انا شفتها. ودوا اولادكم المتاحف وخلوهم يعرفوا قيمة بلدهم، عشان يقدروا لما حد يقول لهم مصر ومش مصر يقول لهم لا، مصر ام الدنيا، مصر اول من اخترع الاطراف الصناعية. يقدروا يقولوا ويعرفوا ده ورق البردي حقيقي، انا اول مرة اشوفه الصراحة. حاجة كده وهم، حاجة خيال، كمية معلومات غير طبيعية. الواحد عايز يطلع وياخد معاه كمية المعلومات دي وما ينساش منها اي حاجة حرفيا، ويبدأ يعمل سيرش زي ما انا حاولت اعمل سيرش على الحاجات دي واشوف. لا بصراحة حاجة تبهر، حاجة يعني كده عظمة. يعني مش عارفة اقولكوا ايه، بس فعلا لما تكونوا هناك الوضع بيختلف تماما 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 عن ان انتوا تقروا عنه او تشوفوه، او حتى في الفيديو ده هو مش مبين قد ايه المكان جميل، وان الميوزك حلوة، وتشوف الناس مستمتعة ازاي، وكل البلاد جاية بجميع الجنسيات مختلفات، كل البلاد مختلفة بجنسيات مختلفة، جايين يشوفوا حضارتنا ويتثقفوا ويعرفوا مصر دي ايه وهتبقى ايه وهتفضل ايه. الفيديو حبيت اصور فيه كل تفصيلة عشان كل حاجة تشوفوها، لان انا فعلا كنت منبهرة وشفت انه حاجة زي كده اكيد في ناس كتير مش من مقدرتها ان هي تروح، وانا واحدة من الناس استحالة كنت ممكن افكر ان انا اروح اصلا. مش كنت متخيلة. حتى عمر لما دايما يقولي تعالي يلا نروح المتحف اقوله لا انا مش قادرة، لا انا كسلانة، كنت فاكرة حاجة تانية خالص. لكن هناك لا، في تكييفات والجو مكيف حلو جدا ومهيأ انك تمشي، هتبقى ماشي مستمتع جدا واخد راحتك، مفيش اي حد بيضايقك، كل حاجة بنظام، كل حاجة محطوطة ومترتبة. جوزي بيقول لي هتصورهم قطعة قطعة، وفعلا من جمالهم ومن من فخامة المكان انا فعلا حرفيا بصورهم قطعة قطعة. في الطبيعة هم وهم شكلهم جميل جدا جدا جدا، واتمنى تشوفوهم على الحقيقة. المصريين مصريين دايما بنشجع اللعبة الحلوة، حتى المصريين القدماء دي كانت لعبة الشطرنج عندهم. هل تعرف شكلها كان زمان عامل ازاي؟ هي دي. للاسف انا مصوره الفيديو ده من زمان، فمش هقدر اعرف لكم التمثال ده اسمه ايه او كده، بس احب اقول لكم حتى لو انتم مش طالعين مع شركه سياحه وانتم رايحين لوحدكم، هتلاقوا كل تحت كل قطعه فنيه او تحفه او تمثال هتلاقوا التعريف زي ما فات كده، وهتقدروا تقروه، هتفهموا من غير ما يكون معاكم مترجم. الحاجه هناك مبسطه والجو جميل والميوزك حلوه وهتستمتعوا جدا، وشوفوا تماثيل حلوه قد ايه. وفي الحقيقه انا عايزه اقول لكم بجد هم وهم، يعني هم احسن بكتير من لما انتوا تشوفوهم على الموبايل. الفخامة كده وانت داخل المتحف المصري حاجة تانية خالص، احساس تاني خالص، روعة، وتحس بهيبة المكان. ولما تخش بالذات مكان المومياوات وتشوف وهم متحنطين، يعني سبحان الله ازاي هم عرفوا يعملوا حاجات زي كده والجثة موجودة لحد دلوقتي. شوفوا التمثيل وشوفوا الفن وشوفوا الابداع اللي بيبقى فيهم، شوفوا الحجر ازاي منقوش عليه، وشوفوا ازاي يعني اقول ايه، بمعدات بسيطة جدا وبأدوات بسيطة جدا هم فعلا عملوا لنا فن عايش معانا لسنين احنا بنفتخر بيه. شوفوا العظمة، شوفوا الجمال، شوفوا مصر، وشوفوا تاريخ مصر وجمال مصر،
المصريين القدماء عملوا عظمة بحتة شاكوش وأجلة، وبدأوا يعملوا أحلى منحوتات لأحلى ذكرى نفتخر بيها. شوف قد ايه ثقافتنا كانت متطورة جدا، أكتر بكتير من أي دول تانية. لو انت مصري افتخر ببلدك، وافتخر بحضارتك، وافتخر بالمصريين القدماء باللي هم سابوه وعملوه. اي بلد احتارت في مصر، وفي تاريخ مصر، وفي اهرامات مصر، وفي اثار مصر، وكل الدول العالم جت عشان تكتشف اثارنا، تكتشف تاريخنا، وتعرف حضارتنا ازاي اتبنت. بس للأسف الكل اكتشفوا، والمصريين القدماء حيروا العالم، سابولنا تاريخ احنا لسه بنتعلم وبندرس منه. الست المصرية من قدير الزمن وهي بتحب الاكسسوارز دي، قلادة الأميرة والتماثيل. هنا عايزة اقول لكم الجمال في التماثيل، المنحوتات ازاي نحتوا الشكل، بصراحة سبحان الله. يعني الشكل جميل جدا جدا جدا، انتوا تشوفوه تنبهروا، تقولوا اكيد علم الانسان ما لا يعلم. ازاي هم قدروا يعملوا الكلام ده، ازاي قدروا ينحتوها كده ويكتبوا عليها كده. شوفوا المنحوتات والمنقوشات ازاي كأنها مكنة ليزر هي اللي عملتها، مش كأن انسان بسيط بأجل وشاكوش فعلا هو اللي عملها. انا بصراحة كل ما بتفرج على الفيديوهات دي انا بنبهر جدا، ومش مصدقة هم عملوا الكلام ده ازاي عملوه. يعني دلوقتي ما شاء الله الدنيا تطورت والعلم اتطور وكل حاجة اتطورت. يعني لو قلت ده دلوقتي ان حد يقدر يعمله نقول ماشي، لكن دلوقتي زمان ازاي عملوه؟ يعني الواحد بيشوف الحاجات دي بينجن. دي كانت المشط والتوك والحاجات دي اللي بيتحط في الشعر برضو زي ما انتوا شايفين كده اهو. برضو سبحان الله، يعني انا مستغربة، يعني فعلا علم الانسان ما لا يعلم. ازاي قدروا يعملوا الحاجات دي؟ كانت المرايات بتاعت المماليك زمان، يعني حاجة كده تنبهروا بيها. انتوا مهما تروحوا ومهما تشوفوا ومهما تعملوا ايه، مش هتتوقعوا زي ما تشوفوا قدام عيونكم. يعني انتوا فعلا، لما انا بتمنى ان كل واحد يروح فعلا ويشوف الحاجات دي على الحقيقة والطبيعة ازاي، يعني ازاي ده اتعمل، ازاي ده اتنفذ. الالوان، شوفوا الالوان لغايه دلوقتي ثابته. يعني الحاجات دي بقالها كام سنه، السنين اللي فاتت، السنين هي لسه موجوده بالوانها، محتفظه بكيانها. ازاي ده قدروا هما يعملوه؟ يعني ما شاء الله الالوان. وشوف الخشب، خشب قديم قوي قوي قوي، معبر جدا جدا. وكل شوية انا بتفرج على بارتيشن بيكونوا حاطين فيه تحف وتماثيل واكسسوارز، حتى في ملابس كمان، في حاجات كتير بصراحة. حاجات دي الاطراف الصناعية اللي انا كنت بقول لكم عليها هي. انه مصر اول من اخترعوا الاطراف الصناعية من قدر الزمن، يعني مش حاجة من بدري، احنا لسه عارفينها دي من زمان. وديت بيورولك، بيجسدولك انه في ولادة طبيعية حصلت. يا حاجة كده، يعني الصراحة مش عارفة اقولكوا ايه. وهنا شوفوا ده هنا بيوريكوا المعدات اللي هما كانوا بيطبخوا بيها، والآلات وكده، والأحجار وحاجات زي كده. انا مش مصدقة. شوفوا كمية الأحجار بصراحة، وهم بجد. يعني الأحجار شكلها في الحقيقة ايه ده، حاجة مش طبيعية. انا كنت منبهرة جدا بكل قطعة انا بشوفها. ولما غير الانبهار، انت بتشغل، بيقعد عندك تساؤلات كتيرة جدا، عقلك ده بيشتغل ما بيفصلش، بتكون عايز تعرف اكتر وتشوف اكتر وتفهم دي ازاي اتعملت، او دي بتاعت ايه، او بص حاجة كده مش طبيعية. هنا بيوصفوا لك كل درجة منها بتعمل ايه في الشمس، وحاجات غريبة كده. يعني انا مش متذكرة جدا، بس بجد كان الموضوع فظيع فظيع فظيع. هنا بقى خلصت يومي انا وعمر، وكانت صور لينا احنا كنا مصورينها جوه، حبيت اوريها لكم. وانا بقول لكم يا جماعه من كل قلبي، يا رب يا رب يا رب يا رب كل الناس تقدر تروح وتشوف الاثار دي، وتقدر تودي عيالها المتاحف وياخدوا خبره برضو. وانا حبيت انقل لكم صوره حلوه عن المكان تشوفوه.
ونفسي ان شاء الله تزوروها وشجعوا ولادكم ان هم يحبوا التاريخ، وتشجعوا انتوا كمان وخدوهم في رحلة، وهونوا على نفسكم شوية لو هتحوشوا مبلغ وتيجوا على نفسكم، عشان انا عارفة ان في اسر كتير مش قادرة تعمل ده. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يا رب ييسر الامور للجميع يا رب، وكل يعرف يروح ويستمتع بحياتهم هم وولادهم ويوروهم تاريخ بلدنا. انا هنا حبيت اوريكم الصور الحاجات تعرفتها، لو حابين تقروها برضو توقفوا الفيديو وتقروا الحاجات. ودي صور انا صورتها لكم لان لو في الفيديو مش واضحة جدا، فانا حبيت ان انا اصورها لكم. وشكرا جدا، وارجوكم مش تنسوا تعملوا لايك